بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. بعثة الأهلي سافرت لكنشاسا عشان تقابل مازيمبي في مباراة الذهاب في دور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا. بالنسبة لمباراة الزمالك اللي انتهت طبعا بفوز الزمالك 2-1، خلاص كده المباراة انتهت، وسواء اتفقنا واختلفنا على اداء الاهلي والزمالك في المباراه انتهت، والزمالك حصل على ال3 نقاط، واي اجراءات اخرى مش هتغير من النتيجه اللي صارت، سواء كان موضوع اخفاء الكرات اللي قام به اداري الزمالك بالاتفاق مع حاملي الكرات، لان طبعا الزمالك كان صاحب المباراه، هو كان مسؤول عن تنظيمها، يعني دي الماتش ده كان ماتش الزمالك وهو مسؤول عن تنظيمه. فهو طبعا حاملي الكرات دول الاولاد من الناشئين، بيبقوا من ناشئين الزمالك، وطبعا مسؤول عن الكلام ده اداره الزمالك، واداره مجلس اداره نادي الزمالك اخذ قرارات كده بايقاف بعض المباريات، وكمان اتحاد الكره. بس طبعا في الاول وفي الاخر ده مش هيغير من النتيجه، هو كان المفروض يتدخل حكم المباراه ابراهيم نور الدين. بالنسبه لابراهيم نور الدين، مجمل ادارته للمباراه، انا كواحد اهلاوي انا مش شايف ان هو ما اثرش قوي في النتيجه. خلينا نكون واقعيين شويه. الاهلي كان عنده فرصه بعد هدف التعادل، فرصه كبيره جدا جدا ان هو يتقدم، والزمالك كان خايف وكان ضاغط الاهلي واضاع اكتر من فرصه، ومجلس اداره الزمالك في المقصوره كان بيتمنى المباراه تنتهي بالتعادل بعد ما تعادل الاهلي، وكان ضاغط جدا جدا. طبعا اخطاء كولر الفنيه في التغييرات، الحقيقه تاخر التغييرات بمعنى ادق اثرت، اصراره على وجود موديست لفتره كبيره اثر كبير جدا جدا الحقيقه، يعني بكل امانه. كمان الاندفاع لاعبي الزمالك كان في يعني احنا اول مره نشوف الاهلي عنده قله في، يعني تلاقي الزمالك 4 و2 مدافعين، يعني 3 على رامي ربيعه، 4 على 2، يعني ازاي الكلام ده؟ يعني كان في الزمالك كان عنده فرصه في اخر المباراه ان هو يضيف اهداف ثانيه وثالثه. خلينا نكون واقعيين، كان في كسره عدديه على دفاع الاهلي، وكان في ارتداد جامد من الزمالك، وكان في هجمات مرتده. خلينا نكون واقعيين شويه، الاهلي ما كانش حلو وما كانش يستحق الفوز. لان احنا كنا عايزين نفوز بكل امانه. لكن طبعا هو صح الحكم اخطا في الهدف الثاني، في ناس كتير اتفقت ان هو فاول على الزمالك، طبعا عشان كان رجل اللاعب في دماغ عمر كمال. ماشي، مفيش مشكله، دي برضو اخطاء انا هعتبرها برضو مش متعمده قوي. كان المفروض احنا استغلينا الفرصه وكنا جبنا الهدف الثاني في فتره ما كان الاهلي ضاغط. كمان ما ينفعش ان احنا تكون المباراه تعادل ونكون كلنا عندنا اندفاع هجومي كده والكره تدخل بكل سهوله. كمان دفاع الاهلي ما شتتش الكوره بشكل جيد. طيب خلصنا بقى مباراه الزمالك، والزمالك قعد بقى احتفالات هستيريه، من 21 سنه ما فازوش على الاهلي في الدور الاول، فمن حقهم طبعا بقى لهم فتره كبيره ما فازوش على الاهلي. بيرسي تاو طبعا عاد للتشكيله الاساسيه، وهيتواجد في مباراه مازيمبي ضمن التشكيله الاساسيه في مباراه مازيمبي مباراه الذهاب. طبعا كمان عندنا مروان عطية، طبعا خلاص تأكد ان هو هيغيب، مش هيلحق مباراة الذهاب. في طبعا كلام عن عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبصورة شبه مؤكدة سواء عاد الكابتن سيد عبد الحفيظ او لم يعد، بصورة شبه مؤكدة احتمال ان الكابتن خالد بيبو يترك منصبه، ده احتمال كبير جدا 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 بعد اوجه النقد اللي وجهت ليه من ناس كتير، سواء كان جماهير او مسؤولين او اداريين او لعيبه سابقه في النادي الاهلي. فبصوره كبيره خالد بيبو هيكون بره الاهلي في الفتره اللي جايه. الناس اللي بتتكلم عن بطوله الدوري يا جماعه، بالنسبه للمشاركه في دوري ابطال افريقيا العام القادم، هي بتحتسب، اصبحت حسب لوائح خالتي مبا اللي عاملينها ديت. الأبلة عفاف منظمة لوائح جديدة بيقول لك على الدور الأول. يعني إيه الدور الأول؟ يعني اللي بياخد الأول والثاني والثالث على الدور الأول أو الرابع بيحسبوا اللي هيخش في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية. فطبعا بما إن الأهلي طبعا عنده 11 مباراة ولسه باقي له 6 مباريات، فبنسبة كبيرة الأهلي إن شاء الله
هيبقى مركز اول او تاني، فهيضمن المشاركه في دوري ابطال افريقيا. اللي هيكون واحد منهم التاني يا بيراميدز يا الزمالك، وبصوره كبيره هيكون بيراميدز. ليه بيراميدز؟ لان الزمالك وبيراميدز هيلعبوا بعض الماتش الجاي، فسواء ايا كانت المباراه، ايا كانت نتيجه المباراه، ده هيكون في صالح الاهلي. فسواء فاز الزمالك هيكون في صالح الاهلي، فاز بيراميدز برضه هيكون في صالح الاهلي، اتعادلوا برضه في صالح الاهلي. فكلا الفريقين، يا اما كلا الفريقين يفقد كل واحد منهم نقطتين، او ان فريق منهم هيفقد 3 نقاط، وفي كل الاحوال الاهلي مستفيد. دي نقطه. فالاهلي عنده فرصه طبعا ان هو ينهي الدور الاول في مركز اول ان شاء الله لو استعاد توازنه. ديت عن مشاركه الاهلي في دوري ابطال افريقيا. تعالوا بقى نسمع تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ لما مهيب زفت الطين ساله هل هناك كلام للعوده لمنصب مدير الكره في النادي الاهلي ولا لا. كابتن سيد، لماذا بعد كل اخفاق للنادي الاهلي الناس تتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ؟ ولماذا بعد كل انتصار للنادي الاهلي لا يتم الاشاده ببعض؟ مش عايز احددها، مش عايز اعمل يعني مش عايز اعمل مقارنه، مش عايز اعمل اسماء، لكن عايز اتكلم في وضعيه انا شفتها ودايما انت بتتعرض ليها. وانا عارف ان انت رجل مش في دماغك اي حاجه، ولا في دماغك الشغل، ولا في دماغك ان انت يعني ترجع مره تانية، ولا في دماغك حد يتاجر بسيد عبد الحفيظ. يعني انا اعرف اخلاقيات كابتن سيد عبد الحفيظ، وخرج من الباب الكبير والدنيا زي الفل وما عندكش اي مشاكل. لكن عندما يكون هناك انتصار الدنيا تمام ماشي، الاهلي كسب نهائي الكاس والدنيا زي الفل، لكن مع اي اخفاق للنادي الاهلي لازم يذكر اسم كابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا هقول حاجه مهمه جدا، يعني طالما انت بتشتغل في العمل العام دي، يعني احفظها كويس قوي. طول ما انت بتشتغل في العمل العام لازم يتساوى عندك حاجتين: المدح والذم. يعني طول ما انت تحت مظله الانتقاد والمدح في المكسب والانتقادات في الهزيمه، فلازم انت يتساوى عندك ده داخليا، يتساوى عندك ده. وانا شغال، ما اكيد كان في ناس كتير جدا بتذم فيا، او في حاجات كتير قوي الناس بتنتقدني، وده وضع طبيعي جدا. يعني المهم ان انت يبقى عندك بس رؤيه مستقبليه، وتكون مقتنع باللي انت بتعمله وفاهم اللي انت بتعمله. انا اشوف ان الكلام في الوقت الحالي، بس يمكن انا بدات معاك الحلقه وقلت انا مش شايف الدنيا سودة قوي. يعني انت راجل واخد السوبر، واخد الكاس، واخد برونزيه كاس عالم، في الدوري لحد دلوقتي وضعك يعني لو كسبت ماتشاتك فانت متصدر ب4 نقاط بما فيهم بيراميدز. لو كسبت بيراميدز هتبقى متصدر ب4 نقاط، لو الزمالك كسب ماتشاته وانت ما كسبت ماتشاتك كلها هتبقى متصدر ب6 نقاط، واصل لسيمي فاينل بطوله دوري ابطال افريقيا. فماشي مقبول شويه، لكن في بعض الارقام اللي ممكن تخليك تقول لك ايه، جرس انذار خلي بالك منها. الاهداف اللي بتخش الاهلي مثلا في اخر 10 دقائق، يعني ما ينفعش الاهلي في ام بي يخش فيه جول في الدقيقه 94. لا ما ينفعش الاهلي في الزمالك. لا جاب سيد نعم، ده الاهلي مميزاته اخر دقيقه. ايوه بالظبط كده. فانا بقول لك في حاجات، بس مميزات يعني بس دي كره قدم في ممكن الاخر تاخد بالك منها عشان ما تتكررش. انا لاعب 11 ماتش جاي فيها 13 جول، فلا اخد بالي. لعبت مع الزمالك جه فيها جول في الدقيقه 86 87، فلعبت مع ام بي دخل جول في الدقيقه 94. لعبت مع البنك الاهلي دخل فيها جول في 84 و94. جاي فيها جول في الاسماعيلي في اخر شويه كنت كسبان، جاي فيها جول في البلديه في اخر دقيقه. بس اللي انت بتقوله ده كتير. ما انا بقول لك دي بس اللي انت بتقوله بس ده عندي الوقت، ده كتير قوي ان يحصل مع النادي الاهلي. عندي الوقت بس ان انا اصلحه. وما عنديش الضغط الشديد جدا اللي يخليني اقول ايه، لا انا هعيط وما فيش رجوع. لا، انت لو كسبت اصلا انت متصدر. فانا مش شايف الدنيا ضلمه قوي، لكن بعض الحاجات اللي ممكن تتصلح وانا ماشي منها، على سبيل المثال ان انا اقفل صفحه الزمالك دي كلها عشان عندي سيمي فاينل. انت عارف الاهلي مثلا عمل 6 فاينل ولا 7؟ عد معايا كده: 82 دوري الابطال، 83 دوري الابطال، 84 ابطال الكؤوس، 85 ابطال الكؤوس، كل ده فاينل. اوكي. 86 ابطال الكؤوس، 87 دوري الابطال، كده كام؟ 6. حلو، 6 فاينل ورا بعض في دوري في بطولات افريقيا. بس كان منهم 3 دوري ابطال و3 كؤوس. النهارده انت واصل على خطوه وتوصل ل5 فاينل دوري الابطال. ده صعب جدا، ده صعب جدا. ما ينفعش ان انت تخشه بمعنويات وحشه، ما ينفعش.